أبونا مخيل إبراهيم لما يخلص القداس عادة هو في القداس بيصلي للراقدين، وأيضا بيصلي لبعض الحالات معينة. لكن مع هذا بعد ما يخلص القداس تلاقيه دخل الهيكل، ومرة واحد في الكنيسة بيسأل بيقول له أنا عايز أقابل أبونا مخيل. قال هو في الهيكل. قال له يعني هيقعد قد إيه؟ قال له لا ما تحسبش، ممكن يقعد ساعة. عنده كده دفتر كامل صفحات أسماء يذكرها بالاسم وعارف كل واحد محتاج لإيه بيطلبها منه. أبونا مخيل إبراهيم مثل جميل للإنسان اللي بيختبر عيد التجلي باستمرار. مرة واحد راح له، وبعدين هو كان طويل البال خالص، وبعدين قال له أنا مراتي بتعمل وتخلي وقالت وسوت، وقعد يحكي يحكي يحكي، وأبونا ساكت ومتوقع الأخ هيقول له إيه الإرشاد بتاعه. بعد ما خلص كده قال له يا ابني في حاجة تانية؟ قال له لا. قال له عايز أسألك سؤال، أنت متأكد إن اللي كان بيكلمك هي مراتك؟ قال له دي عايش معاها كذا سنة، عارف صوتها وهي عايشة وكانت بتكلمني علانية. قال لها أبدا، اللي عامل ده كله الشيطان عشان يوقع بينك وبينها. أنت تروح وتاخدها في حضنك وتلطفها وكأنك ما قالتش حاجة. وله قصص لا حصر لها في حل المشاكل بهذه الصورة. وبالفعل طبعا الليلة دي استريحت. مرة جاله واحد وقال له يعني مراتي سابتني وراحت عند مامتها مش عايزة ترجع. فالمهم قال له هي فين؟ قال له عند مامتها. قال له طب تعال. أخدوا تاكسي في شبرا وراح. قال له سناني في التاكسي ده، يعني بتاع التاكسي عارفهم. وطلع خبط على الباب ما رضيتش تفتح، فراح عامل مطانية. ففتحت الشراعة وهي حسب بيعمل مطانية. بعد فتحت الباب قالت له ليه يا ابونا كده يقولوا عليا ايه الناس السكان بتوع البيت؟ قال لها يا بنتي احنا مش بندور على سكان البيت، احنا بندور على المسيح اللي فيكي، انت بنت ربنا وجوزك بيحبك والمسيح بيحبك. وقعد يكلمها عن المسيح، لا عملت ايه ولا هو عامل ايه ولا بيشتغل قاضي ولا وكيل نيابة ولا محقق ابدا. المسيح شايلك والمسيح شايله، وانا لي اخطائي وانت ليك اخطائك وهو ليه اخطائه، ونبتدي بداية جديدة. فالست كانت اثرت جدا وقالت له طيب انا عايزه اتقابل معاه. قال لها هو موجود في التاكسي تحت، اندهي عليه يجيلك. فجأة ما تعاتبوش في حاجة، اتنين اخدوا بعض بالحضن ورجعوا زي العسل. يا ترى عندنا كم كاهن يعمل كده؟ كم كاهن؟ لكن عشان اقعد اسمع قصص والودن التانية قصص، وده كذب في دي وده على صوته في الحتة دي الى اخره، مش هحلها. حل الأمور أن يحدث تجلي في قلب كل إنسان، أولا في قلب الكاهن أو الإنسان اللي عايز يعالج المشكلة، وبعدين في قلوب الناس اللي عندهم المشكلة. تلاقي المشكلة اتحلت. مفيش أحلى من المسيح. مسيح حلو. كان في إنسان يعني إنسان لطيف حلو كده في روح ربنا، وجه يدخل البيت عندنا زمان قبل كورونا وقبل ما اسافر المره دي. فتسوني يعني في دله قالت له امال فين مراتك؟ قال لها في العربيه تحت. قالت له مش هدخلك غير لما تجيب مراتك تدخلوا مع بعض. فكان في شاب جاي فقال له حبيبي تقدر هتلاقي مراتي في العربيه؟ ولا لها تعالي. قال له ممكن انزل تكون تطلع واحده تانية هتحط في مأزق، ازاي اعرف انها مراتك؟ تفتكر قال له ايه؟ قال له بص انت انزل وبص في العربية، اذا لقيت في العربية اجمل انسانة في العالم كله تبقى دي مراتي. ايه رأيكم؟ الولد واقف كده مبهور. الحقيقة في ترمومتر يقدمه لنا السيد المسيح بتجليه. الترمومتر ده احطه جوايا
عارفين دلوقتي ايه؟ كان زمان اول ما طلعت الكورونا فيروس يقول لك دايما قيس كل يوم الايه؟ الحراره، لو الحراره ارتفعت خلي بالك لانك معرض للكورونا فيروس. لا، في ترمومتر روحي جميل يتحط جوه، هو ترمومتر الروح القدس. هل اعماقي في الداخل مشغولة بأكل وبشرب ومشاكل، سواء لي أو لغيري، أو مشاكل عالمية أو مشاكل كنسية، أو بكرامات أو بإهانات، ولا ما يشغلني المسيح الساكن فيا المشرق بنوره في داخلي اللي بيحول حياتي إلى ملكوت الله الساكن فينا؟ الحقيقة في حتة جميلة في حياة أبونا مخيل إبراهيم. ايه اللي بيقوله ده؟ طبعا الكلمة دي بيعملها أكتر من مرة، وطبعا هي لما بتسمع إن بيقول عليها إن هي أجمل إنسانة في العالم كله تبقى عايزة منه إيه أكتر من كده؟ لو أنا شفت في كل واحد المسيح هقول فلان ده أجمل إنسان في الدنيا، ودي أجمل إنسانة في الدنيا، مش من أجل جمال الجسم أو الجسد أو غيره، من أجل المسيح الساكن فيهم. حل مشاكلنا الكنسية والاجتماعية والعالمية بتاعت العالم والدول انه العالم يدوق تجلي المسيح، وان اولاد ربنا لما يصلوا مش بيصلوا عشان هم احسن من التانيين، احنا بنصلي من اجل ان كل انسان يبقى حامل مجد المسيح، وكل انسان شايف المسيح في الاخرين. أحبائي في كل أعمالنا، مرة كده قعدت ففي يعني اليومين دول الواحد مع السن، فقلت في الكتاب الفلاني ده نفسي أخلصه قبل ما أموت، لأن ما أظنش في حد هيكمله. بعدين قعدت مع نفسي قلت يعني تفتكر لو ما تكملش الكتاب ده عمل المسيح هيقف؟ يعني تفتكر أنت اللي هتكتب الكتاب؟ إذا كان المسيح عايزه يتكتب بيك هيتكتب، ومن غيرك هيتكتب. وأنا مش هتفرق يتطبع ما يتطبعش، يتحط على الإنترنت ما يتحطش على الإنترنت، لا يزود ولا ينقص. والعجيب جيت أبتدي في الكتاب لقيت إيد ربنا بتشتغل أمور كثيرة ما كانتش في فكري، لقيت المسيح بيشتغل. قلت أنا دلوقتي حاسس إن المسيح هو اللي شغال جوه مخي، وشغال جوه عينيا وانا ببص في الانجيل، وشغال في كل اعضاء جسمي. التجلي حياه معاشه، التجلي انجيل معاش. التجلي هو حضور الهي في اعماق القلب والفكر والعواطف وكل المشاعر الداخليه، وايضا في السلوك الخارجي. من أجمل الكلمات اللي قالها بولس الرسول: أنا ما أنا. أمال أنت مين؟ أنا المسيح العامل فيا، أنا مش أنا. كل اللي بعمله إن أنا بيستخدمني المسيح كإناء وهو الشغال. كان عندنا الله يرحمه أحد الخدام الجمال، هو نايح في أمريكا وكان خادم شباب، وكان عنده عادة جميلة. هو كان في آخر سنة في كلية طب، وبعدها سافر بره وكمل الدكتوراه بتاعته بره. المهم هذا الإنسان كنا كلنا خدام، فصله كله خدام، وكان في محرم بيه، وكان حوالي 5 أو 6 فصول بنقول الترانيم مع بعض أو الألحان مع بعض وصلاة المزامير مع بعض، وهو يجي متأخر. ولما يجي يدخل من على باب الكنيسة على الهيكل جوه، يقلع الجزمة كده ويدخل الهيكل، يقعد ربع ساعة. واحنا طبعا كلنا ده احنا الفصل الوحيد اللي ما فيهوش حد، وقاعدين مستنينه، وهو قاعد يصلي ربع ساعة، ويجي يقعد وما يتكلمش أكتر من ربع ساعة، وبعديها أسئلة. وكان يقول كده: أنا عارف كلكم خدام، اوعى في يوم من الأيام تخدم بدون الصلاة. هتخدم لمدة ربع ساعة، تقعد في الهيكل، تقعد مع المسيح ربع ساعة في الصلاة،
هتقعد تتكلم ساعة، يبقى تقعد مع المسيح تتكلم ساعة الأول. يا ترى كم واحد فينا بيعمل كده؟ نحن نحتاج إلى تجلي عامل فينا، عامل فيا وعامل في لساني وفي عينيا في أفكاري في أحلامي، عامل في كلامي مع الآخرين، عامل في الموجودين، عامل أيضا في الغائبين. قديس أثناسيوس الرسولي اتنفى 5 مرات، لم يتذمر ولم يفقد طاقاته، بل بالعكس لغاية النهاردة الرسائل الفصح اللي كان بيبعتها هو في النفي غاية في الروعة. والكنيسة كانت محفوظة وهو جوه المنفى، وتعلم الحاجات دي من أبيه الروحي القديس أنبا أنطونيوس. لما أنبا أنطونيوس في يوم من الأيام حس إن إن الأريوسيين اللي بينكروا لاهوت المسيح بدوا ينشروا حاجتهم في اسكندرية، ساب المغارة بتاعته وجي على اسكندرية ودخل المدينة. يا ترى يا أنبا أنطونيوس هتكلمهم عن لاهوت المسيح؟ جهزت الآيات الموجودة في العهد القديم عن النبوات، جهزت أقوال بعض الآباء الأولين سواء كانت الرسل أو ما بعد أو الرسوليين زي القديس أغناطيوس النوراني بوليكاربوس إلى آخره. قال أنا جاي حامل المسيح، أنا جاي حامل المسيح. وأول ما دخل عدد ضخم جدا من الأريوسيين قالوا هوذا رجل الله قد جاء إلى اسكندرية، ورجعوا للكنيسة. لا سألوه أسئلة في اللاهوت ولا في النبوات ولا في أقوال آباء، لكن بس كده لقوا إن المسيح يتجلى بنفسه في أي إنسان يعيش وسطيهم. عايز تخدم كويس أو تخدمي كويس، المخدع والشركة مع الله والإحساس بتجلي المسيح فينا. يقول وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه. لما بتلتقي بالمسيح بيعكس جماله عليك، فتلاقي هيئتك اتغيرت. كان في شخص هنا في اسكندرية وقعد فترة طويلة عشان ياخد طلاق من المحكمة، وبعد 9 شهور كانت حصلت قضية بينهم، غالبا حاجات مادية غيره ما اعرفش، انما اللي اعرفه انه دخلوا عشان كل واحد جايب المحامي بتاعه علشان يقف قدام القاضي يحكم. فهو دخل وهي دخلت، راح واخدها بالحضن وقبلها وهي بنفس الحكاية، وقالوا للمحامين احنا اصطلحنا، كملوا انتوا القضية زي ما انتوا عايزين. لا هي اتكلمت كلمة ولا تعاتبوا مع بعض ولا قالوا لا انا غلطان ولا انت غلطانة ابدا. هو شاف المسيح فيها، هي شافت المسيح فيه، فطلعوا الاثنين فرحانين ورجعوا إلى بيتهم. تكرر هذا الأمر بصورة أخرى في سيدني استراليا. إنسان طبعا في سيدني زي أمريكا وكندا، أي واحد لمدة سنة ما عملش علاقة جسدية مع مراته القاضي يديله الطلاق بدون أي أسباب. يقول احنا لينا سنة ما فيش علاقة، يقول له خلاص من حقك تطلق. فإنسان أخذ الطلاق المدني وراح نزل مصر وجاب واحدة أرملة ورجع وطلب أبونا علشان عايز ياخد تصريح يتجوز. فأبونا بص له كده وقال له طب أنا عايزك لوحدك، وجاب مراته من غير ما يتكلم.
قال لي بصيت لقيتهم أخدوا بعض بالحضن، وأبونا راح قال له أدي تمن التذكرة، رجع الأرملة مصر، ولا تعاتبوا مع بعض ولا أي حاجة. لما المسيح بيبقى موجود كل الأمور بتتحل. في مشكلة في الكنيسة، في مشكلة في العالم، في أحداث طبيعية، كان سيول ولا حتى انفجارات ارفع عينيك وقول له يا ربي أنا واثق، لأنك أنت قلت ثق، لا تخف أنا معك، وكما كنت مع موسى أكون معك، لا أتركك ولا أهملك. التجلي ده إعلان عن الوجود الإلهي في أعماقي وأعماقك، وفي انشغالي ببهاء المسيح، هيئته اللي تغيرت ولباسه أصبح لامع مبيض، قاعد كده أبص له، وبعدين أبص كده أقول له مين دول اللي معاك؟ يا ترى إزاي عرفوا إنه ده موسى وإيليا؟ مش محتاج، اداهم معرفة. على رأي مرة واحد قاعد يدرس أسفار موسى الخمسة، وبعدين جه في الآخر كتب علاقة يعني كلمة لطيفة في آخر مرة، قال الآن لما هتقابل معاك يا موسى في يوم الرب العظيم هقول هو أنت موسى اللي أنا كنت دايما مشغول بيك. إيه رأيكم؟ هو ده اللي حصل مع بطرس ويعقوب ويوحنا، إنهم شافوا موسى وشافوا إيليا وشافوهم في مجد، وسمعوهم تكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. عرفت من فين يا بطرس؟ قال سامحهم وفاهم اللي بيقولوه. عشان كده لما جه وقت الصلب انتهت القصة. معنا سمعنا الكلام ده لما كان إيليا أو موسى وإيليا بيتكلموا معاك. ربنا يدينا النعمة دي ويدينا البركة دي، إن باستمرار نتمتع بهذا اللقاء الجميل ومع المسيح ومع المؤمنين الذين عبروا ومع المؤمنين الأحياء. موسى يمثل الراقدين وإيليا يمثل الأحياء. لما تقعد مع ربنا ما يحبش يقعد من غير كنيسته، حتى لو كنت في اوضتك الخاصة. عشان كده لما تقول أنا يقول لك طب دور على حد غيري. لكن لما تقول أبانا كلنا، اغفر لنا، يتقدس اسمك فينا كلنا،